بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحد 21 يوليو. النهاردة طبعا احنا هنسجل اقل فترة تحضير، مش بس في الموسم، دي اقل فترة تحضير انا بالنسبة لي انا شفتها طول فترة تفريخي للسلاحف عموما. وهي تقريبا في حدود 75-77 يوم. طبعا القشر اللي احنا شايفينه ده القشر بتاع البيض اللي هو اتفرغ، اللي هي السلاحف خرجت. هنفتح مع بعض وهنشوف بسم الله. طبعا دي سلحفة خارجة تقريبا قبل ميعادها اللي احنا منتظرينه بوقت كبير تقريبا، يعني هنشوف كده التاريخ بتاعها كام. بسم الله. ده طبعا بتاريخ 4/5. الرقم اللي فوق ده يا جماعه، طبعا للي بيسالوا، الجماعه اللي سالوا، الرقم اللي فوق ده رقم السلحفه الام. طبعا ده بسم الله ما شاء الله الفأس اهوت، سلحفه ما شاء الله، يعني دي الصوره بتاعتها. طبعا ما شاء الله السلحفه خارجه شكلها جميل، صح، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بس بطمن كده وبنطمن مع بعض عليها، عين تمام، ضفر تمام، صدفه تمام. انا بس بوريكم الحجم بتاعها بالنسبه لعقله الصابع بالنسبه لي اهيت. طبعا بناخدها بعد كده ننقلها لفتره الرعايه بتاعتها، الشهر اللي احنا بنتكلم فيه. ناس كتير سألت السعر، طيب هنتخرج امتى؟ طبعا يا جماعه انا بخرج بعد شهر، والناس اللي هي طبعا اتعاملت معايا عارفه ده كويس، انا بخرج السلحفه بعد شهر. وطبعا احنا في الفيديو ده برضو بنقول ما تستعجلش، علشان خاطر احنا بنتكلم ديت طبعا خارجه، كانت البيضه بتاعتها 4/5 وخارجه 21 اهوت، 21/7، يعني تقريبا 75-77 يوم. في نفس التوقيت طبعا خارج معانا سلاحف تانية. طب السلحفة التانية طيب اللي هتخرج معاها النهاردة بتاريخ كام البيضة؟ بتاريخ اهي جوه البيضة لسه، حتى يعني دي خرجت ودي لسه ما خرجتش، دي ممكن لسه مثلا قدامها يوم او 2 كمان. طبعا دي بتاريخ 31/3. طبعا بقى احسبوا بقى 31/3، 31/4، 31/5، 31/6، يعني احنا كده تقريبا بنتكلم في دي 3 شهور، يعني 90 يوم، 21، يعني احنا بنتكلم في تقريبا 111 يوم. التانية خارجة على 75 يوم تقريبا. ده طبعا بنقول لكل حبايبنا اللي بقوا مستعجلين على البيضة، فقست البيضة اتأخرت، ده وارد طبعا بسبب اختلاف درجات الحرارة ووقت وضع البيض. ان شاء الله موسم خير على الجميع، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.